إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم بمشيئة الله تعالى عن موضوع هام، ألا وهو موضوع من أهم الموضوعات التي لا بد أن نعتني بها ونهتم بها، ألا وهي شرب المخدرات. هذه الآفة التي انتشرت في أوساط الناس، وهذا المرض العضال الذي أصاب كثير من الشباب من مشاكل. يعني هذا الباب كثيرا، أن كثيرا من الناس وقع في هذا الباب، خاصة الشباب وقعوا وشربوا المخدرات، وللأسف والعياذ بالله تعالى يعني منهم من ذهب عقله، ومنهم من أصابه المرض، ومنهم وهكذا. فالأمر حقيقة خطير. أيها الأحبة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من أشراط الساعة، من علامات الساعة، أن يظهر الزنا ويشرب الخمر. نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أنه من أشراط الساعة، ومن أشراط الساعة التي ستظهر في آخر الزمان أن يظهر الزنا ويشرب الخمر ويثبت الجهل ويرفع العلم. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام. المرض الخطير دهوتي للأسف يقع في كثير من الشباب، يعني ممكن يعني قصد، تلاقي واحد يشرب الخمر قصد، ظنا منه أن هذا شيء له لذة، أو أن هذا شيء يعني يستفيد بدنه منه، والحقيقة لا والله كلا. فالله عز وجل أعلمنا سبحانه وتعالى أن البغضاء في هذا الأمر، البغضاء في شرب الخمر. ألم يقل سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يبقى ربنا سمى هذا الباب رجس والعياذ بالله تعالى، أي شيء رذيل مقبوح. إذن فالمرض ظهر وانتشر، والنبي عليه السلام بين إن هو من أشراط الساعة. وكمان مش كده، كمان ده النبي عليه السلام بين لنا أكثر من 1400 عام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. يبقى من المشاكل ان انت بتلاقي ناس مثلا بتقول المخدرات دهيتي يعني ما ثبتش بيها مثلا قرآن، ما ثبتش بيها نص حديث نبوي. لا طبعا، ازاي الكلام ده؟ يعني كل ما يسكر العقل فهو حرام، وكل ما يسكر العقل فهو خمر. يبقى إذن فالمخدرات تسكر العقل وتذهب العقل، إذن فهي داخلة تحت باب الخمر. والله عز وجل حرم الخمر ونهى عن الخمر، والله عز وجل جرم هذا الشرب حقيقة. والله سبحانه وتعالى أعلمنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أنه من المصائب لو أن إنسانا مات وهو مدمن للخمر لن يدخل الجنة. أعلمنا النبي هكذا: لن يدخل الجنة مدمن خمر، أي رجل مصر على شرب الخمر. يبقى إذن فالمرض خطير، والنبي حذر منه. الباب الثاني بقى، لما أنت تلاقي مثلا الأطباء لما بيتكلموا عن الخمر بيتكلموا عن المشاكل بتاعته. المخدرات لها مشاكل ملهاش حصر. يعني قالوا الأمراض الفتاكة تأتي من هذا الباب، الأمراض القاتلة تأتي من هذا الباب. فالسل يأتي من شرب المخدرات، وفقد الشهية يأتي من شرب المخدرات، وقالوا وإعاقة الدورة الدموية تأتي من شرب المخدرات. قالوا وكذلك الجنون يأتي من شرب المخدرات. قالوا وكذلك الفتك بالكليتين والكبد يأتي من شرب المخدرات وما إلى ذلك. وكمان مش كده، قالوا يصيب الإنسان يعني مرض يسمى الهلاوس، لأن الإنسان عنده كده بيسميها بيهلوس، بيتكلم مثلا بيظن إن حاجة هتحصل له، حد عاوز يقتله، عمال يكلم نفسه، هلاوس. يعني ذكر بعض الكتاب قال المخدرات طبعا في دول أوروبا كثيرة ويشربوها بكثرة باستمرار. قال واحد من الناس من كتر شرب المخدرات فقد عقله، فحصلت له الهلاوس، فهو واقف كده بيقول واحد جاي موتني، واحد معاه رمى نفسه من العمارة اللي هو ساكن فيها فمات. يبقى إذن يعني هي تذهب العقل حقيقة، وتأتي بكثير من الأمراض التي لا حصر لها. ولذلك كان من جمال قول الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما سئل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: الإنسان يعني لازم يحرص ويحتاط وياخد باله،
ويشوف السلف الصالح كان بيقولوا إيه، والسلف الصالح كيف كانوا يتعاملوا مع هذا المحظور حتى قبل الإسلام، حتى قبل ما يبقى فيه إسلام خالص. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سئل، قالوا له: أشربت الخمر في الجاهلية؟ قال: لا. شربت الخمر وانت في الجاهلية قبل الإسلام؟ قال: لا. سبحان الله. يبقى الأمر نفسه منبوذ لصاحب الفطرة، يبقى شرب المخدرات أمر منبوذ لصاحب الفطرة السليمة. فقيل له: أشربت الخمر في الجاهلية؟ قال: لا. قالوا له: لما؟ قال: أصون عرضي وأحفظ مروءتي. لو الإنسان شرب الخمر فيفقد عقله، يبقى ما يسيطرش على نفسه، يبقى ممكن يقع في المشاكل، يقع في الفاحشة، يقع ما يقع، وهكذا يقع في مشاكل لا حصر لها. سبحان الله. قال: أحفظ مروءتي وأصون عرضي، بحفظ المروءة بتاعتي وأصون عرضي حتى لا يقع مني الخطأ. رضي الله عنه وارضاه. ذكر عثمان رضي الله عنه الله قصة حدثت في السابقين. قالوا: كان هناك رجل عابد قريب من الله سبحانه، رجل عابد قريب من ربنا سبحانه وتعالى، فأرادت منه امرأة أن تأتي به حتى يفعل مع الفاحشة. مرة عاوزاه يقع في فاحشة الزنا معاها، تجيبه إزاي؟ فأرسلت إليه غلام حتى يأتي به. الغلام راح للراجل الراهب العابد دوت وقال له: في أمر معين، شهادة تشهدها في المكان الفلاني. فذهب الرجل، وعندما دخل بيت هذه المرأة الفاجرة والعياذ بالله تعالى، فغلقت الأبواب بابا بعد باب، باب بعد باب، حتى وقف بين يديها فخيرته بين ثلاث. سيدنا عثمان بيقول بقى القصة هي للسلف الصالح رضوان عليهم، فبيقول له القصة دي واقعها كده. فلما وقف بين يدي المرأة اللي هي أردت بقى أن يفعل معها الزنا، خيرته بين ثلاث. قالت له: إما أن تقتل هذا الغلام، وإما أن تقع علي، يعني تأتي الفاحشة معي والعياذ بالله تعالى، وإما أن تشرب الخمر. فنظر الرجل، فهو بيقول بقى: أقع في فاحشة الزنا؟ لا، ده كبيرة. تبقتل الغلام؟ كبيرة. الثالثة قال: فاختار أن يشرب الخمر. ألا شرب الخمر هي أيسرهم. سبحان الله. قال عثمان رضي الله عنه وارضاه: فلما شرب الخمر ذهب عقله. أو شرب الخمر عقله راح. فلما شرب الخمر ذهب عقله. ماذا فعل؟ خلاص عقله راح. إيه اللي حصل؟ قال: فوقع على المرأة فزنى بها. سبحان الله. قال: وقتل الغلام. سبحان الله. فقال عثمان رضي الله عنه وارضاه: لا يجتمع الإيمان والخمر في قلب رجل مؤمن. الخمر والإيمان، اللي بيحب يشرب المخدرات حقيقة ده الإيمان منزوع من قلبه فيش إيمان، مستحيل. قال: لا يجتمع الإيمان والخمر في قلب رجل إلا نزع أحدهما الآخر. يا إما الإيمان يذهب الخمر، يا إما الخمر يذهب الإيمان. فليحذر الشباب، فلتحذر الفتيات، فليحذر الرجال، فليحذر النساء أن يقعوا في هذا المحظور الذي أودى بحياة الكثيرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.